ايه اخواتي يا اخواني، عاملين ايه؟ رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. طبعا انتم مستغربين ان احنا طالعين بصوتنا وبنتكلم معاكم كده. بس الفيديو ده غير اي فيديو تاني على القناه. القناه دي معموله للجيمنج بس، مش معموله لاي حاجه تانية. الفيديو ده انا طالع احكي فيه عن حكايتي في بدايتي مع اليوتيوب. في قنوات كتير نجحت معايا وكانت هتبقى بشرة خير، بس الاحباط اتملك مني طبعا وسبتها، زي اكتريتنا يعني كالعاده. بس مشكلتي اللي ما خلتنيش استمر، زي ما قلت لكم، هو الاحباط لما بيسيطر على حد ما بيخلوش يستمر. واليوتيوب ما بيحبش كده. اليوتيوب بيحب الاستمرارية، لازم تستمر، نشر الفيديوهات، تتفاعل مع الناس، هينجحك. فانا قررت في الفيديو ده ان انا انجح، او مش في الفيديو ده، انا قررت ان انا في القناة دي ان انا انجح ازاي؟ طبعا بعد ربنا هنجح بيكم، بس انا هنجح باستمراريتي في نشر الفيديوهات، في الشورتز، نعمل لايفات. كل ده جيمنج على فكره، مش هنعمل حاجه. بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنطلع بصوتنا، هنطلعوا نتكلموا كتير، لايفاتنا هتبقى كتير ان شاء الله. عايزين نوصلوا بس 50 مشترك، ها. طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في القناه دي الاحباط مش هيتملك مننا، وهنكملوا فيها، وهنسعى لحد ما نوصل للي احنا عايزينه، وان احنا نبقوا من اشهر صناع المحتوى في الوطن العربي، مش في مصر بس. انت فاهم؟ انا عارف طبعا ان في ناس ياما قوي هتشوف الفيديو ده هتضحك، بس اللي يضحك يضحك. اللي كان مسبب فشلي الفترة اللي فاتت دي كلها ان انا كنت خايف وعندي رهبة من الناس، ان انت تضحك تشوف الفيديو بتاعي فتضحك عليا. فده اللي كان مخليني عندي الرهبة، وده اللي كان مخليني ان انا افشل. بس دلوقتي مبقاش فارقة معايا. عايز تضحك عليا اضحك، وزي ما بيقولوا الشاطر اللي بيضحك في الاخر. فانا ممكن انت تضحك عليا دلوقتي، وانا فعلا افضل ورا حلمي وافضل احققه. في الاخر انا اللي هضحك في الاخر، وبعد كده انت تشوفني تندم ان انت ضحكت عليا في يوم من الايام. فيا صاحبي، لو انت بتشوفني وعايز تفتح قناة يوتيوب وخايف من الناس، اشتغل، طز في الناس، ما يهمكش الناس خالص. وعلى فكرة الفيديو ده انا مش هعمله مونتاج، انزل زي ما هو. في شوية كلام انا اتلخبطت فيهم، بس مش فارقة معايا. انا عايز الناس تشوفني على طبيعتي. يعني انا لما اطلع لايف والناس طبعا هتشوفني زي ما انا، هغلط في كلمة الناس هتعديها لي، لان ده لايف، ده ما بيتمنتج. انت فاهمني؟ يعني دلوقتي قلت ما يتمنتج غلط، فاهم؟ فمش مهم، لازم اتعلم. في بداية اي يوتيوبر ادخل اتفرج على قنواتهم كلهم كده، هتلاقي كلهم بيغلطوا، كلهم ما عندهمش سيت اب، كلهم بص ميح بيصوروا بكاميرا التليفون زي كده. دلوقتي ربنا فتح عليهم، ربنا رزقهم. ليه؟ عشان هم حاولوا وسعوا كتير جدا، قدروا يحققوا اللي هم نفسهم فيه. دي اهم حاجه. في يوتيوبرز هتدخل تتفرج تلاقيه بقاله 5 سنين بيشتغل على اليوتيوب. فانت 5 سنين ما ملتش ولا مره؟ اكيد بيمل، اكيد بيقف، بياخد هدنه مع نفسه كده ويقف. بس اهم حاجه ان هو ما عندوش حته الخوف من الناس، عنده حته العزيمه والاصرار. وانا مركز في حاجه هفضل فيها. انا مش عارف انا بقول ايه، بس انا كنت حابب ان اطلع اصور الفيديو ده. يعني انا الفيديو يبقى الفشل والاحباط، او الاحباط هو سر الفشل، وان انا حاسس ان في امل فيا ان انا انجح وانجح بالقناه دي. ممكن ما يكونش هو ده المحتوى بتاعي، فلو فشلت في المحتوى ده هعمل محتوى تاني وتالت ورابع زي الاول لحد ما انجح. يمكن انجح، ليه لا؟ اقول لك ايه، ادخل تشوف الفيديوهات التانية وحاول تدعمني. يعني حاول تدعمني بكومنت، لايك، اشتراك، اي حاجه، اي حاجه اللي هيجي منك احسن منك. اقول لك ايه، سلام.